الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال. ولسه مكملين كلامنا ازاي نخلي حياتنا اجمل مع اميره صابر، مدربه المهارات الحياتيه المعتمده من الجامعه الامريكيه. وحشتونا من الحلقه اللي فاتت. لغه الجمال دي هنحكي في، يعني لو قعدنا نحكي حلقات كتير قوي. اتكلمنا بس عن عيش، وهنتكلم النهارده عن احلى ما في الجمال اللي هو الحب. كنا بنقول طب ايه الجمال والحب؟ ينفع جمال من غير حب؟ لا، ولا ينفع اي حب من غير ما نستشعر الجمال الداخلي والجمال الخارجي وجمال الموجودات وجمال البشر. طول الوقت ربنا خالق في العالم لمسة جمال. يمكن اللي يبص على الخريطة من فوق يشوف انها جميلة، هندسية جميلة، الشمس وحركة الكواكب اللي حواليها. الكون مخلوق وهو كون جميل. النجمة دي اللي بعيدة قوي وبتنور، ودايما احنا يعني بنستشهد بحاجات حوالينا في الكون، معاني الحب ومعاني الجمال زي انا القمر. شايفه انك متفائله قوي، لان في ناس بتشوف النجوم دي نيازك وممكن تقع على الارض تدمرها والحاجات دي. ده موضوع كبير قوي اسمه النضارة اللي انت لابسها عاملة ازاي. نحكي حكاية صغيرة يمكن توضح معنى انت قد ايه نضارتك دي هتغير حياتك كلها. كان في اب وبنته صغنطوطة اللي راحة الحضانة، بيفطروا الصبح، فالبنت الصغيرة وهي بتجري تجيب حاجة راحت موقعة فنجان الشاي على بنطلون باباها. طيب لغاية هنا في سيناريوهين مختلفين تماما ممكن تكمل بيهم الحكاية. السيناريو الأول ان الأب يتنرفز ويضرب البنت ويزعق لها وخلاص كده اليوم ده مش معدي خلاص وقفلنا الدنيا. والسيناريو التاني ان هو لحظة تفكير بمنتهى البساطة، البنوتة دي صغيرة ما تقصدش خالص، هيطبطب عليها، هيدخل هو يغير هدومه، هيبقى اليوم جميل وينزلوا ويكملوا اليوم واليوم عدى. انت شايفها ازاي في كل حاجة. انت شايف انك بني ادم فاشل هتفشل، شايف انك بني ادم ناجح هتنجح. اللي احنا بنشوفه بيحصل. في كتاب جميل جدا وانتشر انتشار النار في الهشيم في العالم اسمه سر او ذا سيكريت، بيحكي على مفهوم مهم. البني ادم ده ما هو الا برج اتصالات، كل شويه عمالين نبعت اشارات. الاشارات دي الافكار الداخليه اللي بتعدي في دماغنا. الفكره دي بتلف المحيط اللي حواليها كله تجيب الحاجات اللي شبهها. فتخيل بقى الفكره بتاعتك هتجيب ايه شبهها. فلو بتفكر تفكير سلبي لا تنتظر الا ان هو يرجع لك باكتئاب واحباطات وفشل وبنفس الفكر لو فكرت تفكير ايجابي، السيجنال دي او الاشاره دي بتلم كل الحاجات اللي حواليها وترجع لك تاني ماجنيفايد او مكبره. وبعدين يعني اكيد ربنا خلقنا مش عشان يعذبنا ابدا، ربنا خلقنا علشان نستشعر جمالنا الداخلي وجمال الحاجات. دايما بنقول على حد جميل يمكن ما تكونش ملامحه اللي هي رائعه، بس جماله الداخلي منعكس تماما على وشه، فتلاقيه منور كده ومالي الدنيا حيويه. يعني في معلومه انا كنت عرفتها من خبير قال لي انه الانسان اذا حاسس ان هو جميل الناس هتشوفه جميل. ده حقيقي والعكس صحيح. ده حقيقي. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال.